أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. أنا عارف إن موضوع أسعار المحاصيل الزراعية السنة دي وجع قلب لكل الناس وكل المزارعين. الفلاحين تعبوا، التجار كمان خسروا، والمستهلك قاعد متلخبط مش فاهم حاجة. والأغرب إنك تلاقي الأسعار نازلة جامد ومع ذلك الناس مش حاسة إن في فرق كبير حاصل. يعني الرز نزل جامد وفي نفس الوقت الخضار والفاكهة أسعارها وقعت ومش مغطية تكلفة الزراعة، ومع ذلك مفيش فرحة حقيقية. ليه بقى؟ لأن الخسارة الكبيرة وقعت على دماغ الفلاح اللي شقيان وتعبان طول السنة، وفي نفس الوقت السوق بقى متلخبط بطريقة مش طبيعية. في الفيديو ده هنتكلم كده مع بعض وهنفهم الأسباب الحقيقية اللي خلت الأسعار تنهار بالشكل ده، وهنعرف كمان إيه اللي ممكن يحصل الفترة الجاية لو الوضع استمر كده. ركز معايا للآخر لأن في حاجات أول مرة هتسمعها وتعرفها في الفيديو ده. هنبدأ معاكم كده بالصورة الكبيرة للسوق الزراعي في مصر. احنا دلوقتي في مرحلة مختلفة تماما عن أي وقت فات. زمان كان السوق الزراعي ماشي بنظام أبسط بكتير، العرض معروف والطلب كمان كان معروف، والفلاح كان بيزرع وهو مطمن إن تعبه هيتقدر وسعر محصوله هيرجع له مكسب محترم يعيش منه ويكمل موسم جديد. دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما. في السنين اللي فاتت حصل توسع رهيب جدا في الرقعة الزراعية، وده في الظاهر شيء كويس، بس في الحقيقة هو كان بداية المشكلة. يعني بدل ما نحسب السوق محتاج قد إيه ونزرع على الأساس ده، لا، بقينا نزرع عشوائي وكل واحد معاه فلوس. أي مستثمر أو شركة كبيرة يروح شاري آلاف الأفدنة ويزرع محاصيل معينة من غير بقى ما يبص إذا كانت السوق هيستحمل الكميات دي ولا لأ. التوسع ده لوحده خلى المعروض في السوق يزيد بشكل جنوني في الوقت اللي الطلب ثابت أو كمان بيقل. وطبيعي جدا لما المعروض يزيد والطلب يقل السعر بينزل، وده اللي حصل حرفيا. وده كمان قبل ما ندخل في قصة الرز تحديدا اللي هي لوحدها مأساة. أزمة الرز السنة دي القصة الكاملة. الرز السنة دي تحديدا كان أكتر محصول كشف حجم التخبط اللي في السوق الزراعي. احنا بنتكلم عن محصول استراتيجي، يعني المفروض يكون فيه توازن بين العرض والطلب عشان يحافظ على السعر بتاعه، لكن اللي حصل كان العكس تماما. زيادة مساحات الرز بشكل مبالغ فيه، وده حصل كده ليه؟ عشان الفلاح طبعا في الموسم اللي فات اتخدع في محاصيل زي القطن والبطاطا والذرة، والأسعار السنة اللي فاتت لتلك المحاصيل انهارت بشكل يخلي أي حد يخاف يزرعها تاني. والفلاح شاف إن الرز الموسم اللي فات كان سعره عالي وكويس جدا، فقرر يسيب محاصيله التقليدية ويزرع رز. النتيجة بقى تضاعفت مساحات الرز السنة دي عن أي موسم فات، وكميات مهولة نزلت السوق مرة واحدة، وبالتالي في توقف المخزنين عن التخزين. في مواسم قبل كده كان في ناس بتخزن الرز كاستثمار، المخزن بيشتري من الفلاح ويخزن في مخازن ضخمة عشان لما السعر يعلى يبيع ويكسب من الفرق. لكن السنة دي من 75 كده ل 80% تقريبا من المخزنين بطلوا تخزين ببساطة، لأنهم السنة اللي فاتت اتلسعوا وخسروا واشتروا بأغلى سعر وخسروا لما الأسعار نزلت، فقرروا يحطوا فلوسهم في الذهب أو شهادات بنكية بدل الرز. وده لوحده كان كفيل إن السوق يتخنق بكميات ضخمة من غير ما حد يسحبها. انهيار الأسعار بتاعت المخلفات. في ناس فاكرة إن سوق الرز بيعتمد على الرز الأبيض بس، لكن الحقيقة غير كده خالص. مخلفات الرز زي السرسق المطحون وكسر الرز والكونا ليها سوق تاني ضخم السنة دي. أسعار المخلفات دي نزلت جامد بسبب نزول أسعار الأعلاف وأسعار الدولار، فده كمان ضيق هامش المكسب على كل الناس اللي بتشتغل في السلسلة دي. وبرضو عندنا ضعف القوة الشرائية للمستهلك
حتى المستهلك نفسه بقى بيشتري أقل. الناس دلوقتي بقت حريصة جدا في الصرف بسبب التضخم اللي حاصل، فمهما نزل سعر الرز المشتريات قليلة وبالتالي البضاعة متكدسة أكتر، وتكدس المخازن بالرز القديم دي نقطة مهمة جدا. في ناس كتير طمعت السنة اللي فاتت وخزنت كميات ضخمة من الرز على أمل طبعا إن السعر يطلع أكتر، لكن اللي حصل العكس. ومع نزول محصول جديد وكبير جدا المخازن اتملت بالبضاعة القديمة والناس عايزة تخلص منها حتى لو بالخسارة. ده عمل تشبع رهيب في السوق، بالإضافة كمان لجشع التجار وتأثيره على السوق. مش هنضحك على نفسنا، جشع بعض التجار كان سبب أساسي في الأزمة. التجار الكبار حبسوا كميات كبيرة من الرز في المخازن مستنين الأسعار تعلى وترفع علشان يكسبوا أكتر، لكن اللي حصل إن السوق غرق بالبضاعة والمضارب نفسها بقت فاهمة سلوك التجار وبطلت تطلب مخزون جديد. يعني بدل ما يطلبوا بضاعة وقت الطلب ويأمنوا المخزون بقى سايبينهم يغرقوا في بضاعتهم القديمة. ده خلى التاجر يخسر والمستهلك ما استفادش. المستهلك والقوة الشرائية الضعيفة في وسط ده كله بقى المستهلك بقى الحلقة الأضعف. الأسعار فعليا نزلت، لكن بقى مع دخولنا في موجة تضخم عالمي الناس بقت مضغوطة في مصاريفها الأساسية، وبالتالي الكميات اللي بتتسحب من السوق قلت جدا، وده خلى الفلاح يخسر أكتر لأن المحصول بيرجع يتخزن أو يتباع بخسارة. بعد كده التصدير بقى والرقعة الزراعية. مصر زودت الرقعة الزراعية بحوالي 2.5 مليون فدان في كام سنة، وده لوحده ضاعف الإنتاج، لكن التصدير ما زادش بنفس النسبة المتوقعة. يعني احنا بننتج ضعف استهلاكنا المحلي تقريبا، لكن ما عندناش أسواق تصدير كفاية تستوعب الكميات ده، وده خلى السوق المحلي يتخنق بالبضاعة. الحلول بقى العملية للفلاحين. الفلاح المصري محتاج يغير طريقته في الزراعة والتسويق علشان يقدر يواجه الوضع ده. ينوع المحاصيل بتاعته، ما ينفعش يزرع نفس المحصول اللي زرعه كل الناس. لازم تبص للسوق وتشوف ايه اللي عليه طلب. التعاقد المسبق مع التجار والشركات قبل ما تزرع، حاول تتفق على سعر مضمون مع مشتري. والتسويق المباشر والاعتماد على أسواق محلية أو منصات إلكترونية علشان توصل منتجاتك للمستهلك مباشرة وتقلل حركة الوساطة. التجمعات بقى الزراعية، لما الفلاحين يتجمعوا في جمعيات أو اتحادات قوية يقدروا يفرضوا سعر عادل ويواجهوا جشع التجار. دلوقتي احنا عرفنا ايه اللي حصل في السوق الزراعي وسبب انهيار الاسعار بالشكل ده. الموضوع مش بسيط ولا سببه حاجة واحدة، دي شبكة كاملة من قرارات اقتصادية وجشع تجار وزيادة انتاج من غير دراسة وضعف طلب من المستهلك. الحل مش في اللوم ولا في الكلام، الحل في اننا نشتغل كده بعقل وذكاء. الفلاح لازم يغير طريقة زراعته، والتاجر لازم يفكر في استراتيجيات تسويق جديدة، والدولة لازم تتدخل بسياسات تنظيم المعروض وتدعم الفلاحين. اعمل لايك للفيديو لو استفدت وسيب تعليق تقول لنا رأيك، واشترك في القناة علشان توصلك تحليلات أكتر زي دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.